السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري على أصوله. كشري لذيذ جدا جدا جدا، أطعم بمراحل من اللي بنجيبه من المحلات. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي بفكركم باللايك والاشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش وعجبكم الفيديو بتاعي، كمان تفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معايا مقادير الأكلة اللذيذة دي: كوبايتين من الرز مغسول طبعا ومتصفي، كوباية من العدس برضو تنقيه كويس وتغسليه وتصفيه، كوباية من المكرونة الشعرية، ومعايا كمان مكرونة اسباجيتي ومكرونة عقل صغيرة، ومعايا كمية من الحمص يعني حسب بقى كمية الكشري اللي هتعمليها، وبصلتين متوسطة. والبهارات بتاعتنا هنقولها أثناء الفيديو. يلا بينا نبدأ الطريقة. اول حاجه هبتدي بيها انا هحط ميه عشان اسلق فيها المكرونه اسباجيتي والمكرونه العقل الصغيره. وطبعا انا بقسم الاسباجيتي 2 كده عشان ما تبقاش بطولها كده في الحله، ولما هتغرفيها تبقى قطع صغيره شويه. واول حاجه هبتدي بيها ان انا هحمر البصله. تمسكي البصلتين تقطعيهم جوانح كده زي ما انت شايفه، وتحطي عليهم معلقتين من النشا ده عشان يخليه مقرمش ما يبقاش طري، وتقلبيهم كويس في معلقتين النشا. يعني انا ببتدي في الاول بتحمير البصل، اقطعه جوانح واحط عليه معلقتين نشا، وفي طاسه بعد الزيت ما يسخن تروحي منزله البصل وتقلبي فيه لحد ما ياخد لون حلو، لون ذهبي كده حلو، وهتلاقيه مقرمش وطعمه لذيذ جدا. يعني هتحب تاكلي فيه كده حاف من غير الكشري من غير حاجة. تقلبي فيه لحد ما ياخد لون حلو معاكي. خلاص انا حمرت البصل وطلعته. هاخد بقى من زيت البصل، مش هحط زيت جديد عشان تبقى فيها ريحة البصل كده ويدي الكشري ريحة حلوة. هحمر كوباية الشعرية. يعني انا بستعمل الزيت اللي حمرت فيه البصل. حمر الشعرية برضو لحد ما تاخد لون حلو. الشعرية هي احمرت. طبعا انا غسله الرز والعدس زي ما قلت لكم، هنزلهم على الشعريه اهي، الرز مع العدس. تحمير الشعريه ده بيديله طعم وريحه تجنن. اعملي الكشري بالطريقه دي مش هتقعد منه رزايه عندك، وهتحبي تعمليه باستمرار. تقلبيه كده كويس وتنزلي عليه بقى مقدار الميه. دي البهارات بتاعتي. معايا معلقه من الكزبره الناشفه، والفلفل الاسمر نص معلقه، والملح. بس دي البهارات: كزبره وفلفل وملح. طبعا الملح انا بدوبه في الميه، يعني انا نزلت دلوقتي الفلفل الاسمر والكزبره، وهنزل بقى الميه، ميه سخنه طبعا عشان يستوي بسرعه معاكي ويبقى مفرفر كده ما يبقاش معجن. وهغطيه، واول ما يتشرب الميه بتاعته تهدي عليه النار خالص خالص عشان ما يلزقش في الحل. هاجي اخد من الزيت برضو بتاع البصل. هعمل دلوقتي ايه؟ الصلصه. طبعا الكشري بيحتاج صلصه وبيحتاج دقه وشطه. انا هبتدي اعمل الصلصه دلوقتي. دي بصلايه صغننه قوي، تقطعيها قطع صغيره وتحمريها. تنزلي عليها حوالي 3 فصوص توم مفرومين،
يعني ده توم مع بصل. ومعايا عصير طماطم هنزله عليها. طبعا تعملي كمية مناسبة لكمية الكشري اللي بتعمليه. والبهارات بتاعتي بالنسبة للصلصة برضو فلفل أسمر وكزبرة وملح، نفس البهارات. هنزل معلقة سكر صغيرة اللي انت شفتيها دي، ومعلقتين خل. معلقة السكر عشان تعمل تعادل مع طبعا الطماطم، ومعلقتين الخل بيديله طعم في منتهى الجمال. يبقى ملح وفلفل وكزبرة ناشفة ومعلقتين خل ومعلقة سكر صغيرة، وتسيبيها لما تسبك يعني تتقل شوية. هاجي بقى بالنسبة للدقة، أنا نزلت نص كوباية مية عليها فصين توم مفرومين، وهحط نفس البهارات. طبعا نزلت التوم والبهارات لما المية غليت، ما تحطهاش وهي باردة. نص كوباية مية وربع كوباية خل، هنزل دلوقتي عليهم ربع كوباية خل. دي كده خلاص الدقة بتاعتي. وعلى فكرة هو سريع جدا في عمله يعني. ادي الرز، شوف الرز مفيش رزاية شبكة في التانية، مفرفر وجميل جدا. وادي الصلصة طعمها بقى جميل جدا. هاخد من الصلصة شوية كده، يعني حوالي 5-6 معالق، وخففهم بمية. هعمل الشطة لأن الشطة بتبقى خفيفة عن الصلصة. أنا خففتهم بشوية مية صغيرين، وهنزل عليها يا إما معلقة شطة أو نص معلقة حسب ما انت عايزة، وبرضو معلقة بابريكا. وبالنسبة للحمص بتكوني نقعاه من قبلها بليلة، لازم الحمص يتنقع قبلها بليلة، وبتسلقيه وبيبقى مستوي وحلو قوي. ادي المكرونة اهي اتسلقت خلاص، الاسباجيتي مع العقل الاتنين مع بعض. برضو بديها تشويحة في زيت البصل. يعني انا دلوقتي زيت البصل عملت منه الكشري وعملت منه الصلصة، واللي اتبقى شوحت فيه المكرونة. التشويحة دي برضو بتديها طعم وريحة حلوة قوي. هبتدي اغرف بقى الطبق بتاعي. خلاص كده كله جاهز، الشطة والدقة والصلصة والمكرونة والرز والعدس كله. هتنزلي الاول الرز مع العدس مع الشعرية في الطبق بتاعك، وفيهم كده المكرونة الاسباجيتي والعقل. هتلاقيه طبق يفتح النفس جدا، طعم جميل جدا جدا. يعني انا عايزاكي بس تجربيه وشوفي الطعم، واكتبوا لي رأيكم في كومنت حلو كده، هيعجبكم قوي قوي. ونزل الصلصة. والبصل، بصل مقرمش وجميل جدا. والحمص، طبعا الحمص زي ما قلت لك لازم تنقعيه قبلها بليلة، وبعد كده تاني يوم تصفيه وتسلقيه، مش هياخد حتى معاكي وقت في السلق. شوفي الطبق يفتح النفس قد ايه. هتلاقي ولادك يحبوه جدا جدا، وهيتاكل منك مفيش رزاية هتقعد.
وتحطي جنبها الدقة والشطة زي ما انت شايفة كده، حاجة تفتح النفس جدا جدا جدا، ولا المحلات ولا اي حاجة. يلا جربي بقى الكشري بالطريقة الحلوة اللي تفتح النفس دي، هتلاقي نفسك تعمليه كل يوم. لو عجبكم الفيديو بتاعي حبايبي، ما تنسونوش بالاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ما تنسونوش باللايك، عايزة لايك حلو منكم. كمان تشاركوا اصحابكم الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وبالهنا والشفا.